السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكل متابعين ومشاهدين قناة محمد الدهشان. فيديو جديد وحصري على قناتي. بتمنى في البداية نعمل لايك للفيديو ونشترك في القناة ونفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد وحصري. وصباح الجمال على كل اخواتي المحترمين اللي بيتابعوني، وصلوا على النبي كده في البداية، قولوا عليه الصلاة والسلام. عايز أبدأ حلقتي بتصريحات شيكابالا امبارح مع أستاذ إبراهيم فايق اللي طلع قلب بها الميديا امبارح. يا جماعة محدش يزعل من كلامي، احنا هنا رد فعل. الكلام الجميل اللي قاله شيكابالا هنطلع نسقف له عليه، والكلام اللي ما ينفعش لاعب كرة قدم يطلع على شاشات التلفزيون يقوله هننتقده فيه. ومفيش حد فوق النقد، مفيش حد فوق النقد. مش كون ان انا زملكاوي او كون ان انا زملكاوي يبقى انا هطبل لشيكابالا، ابقى انا راجل كده منافق يا جماعه. لا، احنا هنتكلم عن تصريحات شيكابالا اللي طلع قالها امبارح مع استاذ ابراهيم فايق. انا استوقفني 4 تصريحات عليهم علامة استفهام، منهم تصريح بس كويس، تصريح واحد كويس، و3 تصريحات انا مش فاهم هو قالهم ازاي. 3 تصريحات يعني حاجة غريبة جدا. ما ينفعش لاعب كرة قدم يطلع كده على قناة مع اعلامي يطلع يقول الكلام اللي هو طلع قاله امبارح، لان الكلام اللي قاله امبارح شيكابالا كلام ما يصلحش ان هو يطلع من نجم او قائد زي شيكابالا. اول تصريح طلع شيكابالا قاله اللي عجبني، وهتكلم عن ايجابيات حلقه شيكابالا امبارح مع ابراهيم فايق قبل ما نتكلم عن سلبياتها. اول تصريح طلع قاله، قال لك اتمنى ان تذهب ايرادات مباراه السوبر الافريقي بين الاهلي والزمالك للقضيه الفلسطينيه. طبعا شابوه شيكابالا، شابوه شيكابالا. والتصريح ده تصريح جميل جدا، ودي حاجه انسانيه منك، محدش يقدر يشكك في انسانيتك، لان الحاجه دي بترجع لنيتك، واحنا ما دخلناش جوه نيتك عشان انتقدك فيها ابقى انا راجل بنافق. والكلام ده على ما اظن ما يزعلش اي حد. هنا احنا هنرجع للنيه وهنصفي نيتنا، ومش هنحطك في الخانه الوحشه، لا هنحطك في الخانه الحلوه. فشابوه على التصريح ده بجد يا شيكابالا. تعالى بقى نخش بقى على التصريحات الخايبه، التصريحات اللي ما ينفعش تطلع من قائد زي شيكابالا، اللي ما ينفعش تطلع من لاعب بيقولوا عليه اسطوره. انا بالنسبه لي اسطوره ليها مقاييس ومعايير خاصه عشان يبقى اسطوره. هل شيكابالا حققها مع الزمالك؟ ما حققش حتى 10% منها. يعني شيكابالا ما حققش 10% من المقاييس والمعايير بتاعه الاسطوره. فتعالى نشوف شيكابالا طلع قال لك ايه. شيكابالا قال لك وقعت للاهلي بسبب تجاهل مسؤولي الزمالك. وركز معايا في الكلام ده عشان الكلام ده خطير جدا. الكلام ده يدين الزمالك ويدين شيكابالا، الكلام ده يدين شيكابالا ويدين الزمالك. قال لك وقعت للاهلي بسبب تجاهل مسؤول الزمالك لي، واخبرت المهندس عادل القيعي ان انا ممكن احتفل اذا سجل الزمالك هدف وانا على مقعد بدلاء الاهلي. يعني هنا شيكابالا قال لك انا وقعت للنادي الاهلي من 20 سنه عشان الزمالك تجاهلني، وطلبت من المهندس عادل القيعي ان انا احتفل وانا قاعد على الدكه بتاع البدلاء بتاعه الاهلي لو الزمالك جاب جون او خد الدوري او خد اي بطوله. طبعا ده كلام خايب، بس هنا بقى في تركايه في التصريح ده. التركايه بتقول ان يا شيكابالا النادي الاهلي كويس ومحترم، والنادي الاهلي عمل معاك اللي نادي الزمالك ما عملوش معاك. والدليل خد كهربا كمثال حي. لما كهربا هنقول ان هو غلط، شوف بقى احنا مش هنقول ان عقد كهربا تلاعب فيه ولا كلام من ده، هنمشي باراء الزملكاويه او باعترافات الزملكاويه. الزملكاويه بيقول لك ايه؟ ده كهربا كان باقي في عقده 2 او 3 سنين. انا امنت بالله وهمشي وراك كزملكاوي. يعني هنا كهربا كان باقي في عقده 2 او 3 سنين. طب لما كهربا راح الاهلي الزمالك سمى عليه؟ الزمالك ما سماش عليه، ده الزمالك داس عليه وحط عليه وخد منه ملايين الجنيهات المصريه، خد منه زي بتاع 70 مليون جنيه مصري ولا 72 مليون جنيه مصري. حلو الكلام، حلو الكلام. طب شيكابالا لما مضى للاهلي وراح للاهلي عيط لهم وقال لهم بالله عليكم ادوني العقد بتاعي عشان انا مضيت للزمالك او انا عاوز امضي لنادي الزمالك. الاهلي عمل معاه ايه؟ داس عليه، عمل معاه اللي الزمالك عمله مع كهربا. الاهلي بكل ادب وبكل احترام عقدك اهوت يا شيكابالا، احنا حبايب، ما يرضناش ان احنا نضمن لك مستقبلك. طب هنا يا شيكابالا ده رد الجميل للاهلي؟ ما هو معلش الاهلي كان سبب من اسباب اللي انت فيه. لو الاهلي وحش كان قال لك لا انت مضيت عقد، معلش بقى ده انت كده مش هينفع تلعب حتى معايا، طالما انت بعد ما تعاقدت معايا
عاوز ترجع الزمالك او عاوز ترجع تتعاقد مع الزمالك، ما هو انا مش عيل صغير عشان تضحك عليا تعملنا قنطره عشان تمضي معايا وتحرك مسؤولين الزمالك لما يعرفوا ان انت مضيت معايا يقول لك ايه، طب تعالى امضي. لا، ده انا هسيبك وهبيعك، مش هلاعبك. انت ما عدتش تنفع تلعب معايا، خلاص انا هقعدك على الدكه او هطلعك اعاره او هبيعك لاي نادي واستفاد بيك. الاهلي ما عملش كده، الاهلي قال لك اتفضل. فهل ده الجميل اللي يستحقوا الاهلي منك وجمهور الاهلي ان انت تعمل لهم كده وكده، وقبل كده تعمل لهم على الجزمه، وقبل كده في السوبر المصري اللي اتلعب في الامارات اللي الزمالك فاز بيه بضربات الجزاء على حساب الاهلي؟ هل ينفع الحركه اللي انت عملتها لجمهور الاهلي؟ هل ده رد الجميل بتاعك للنادي الاهلي؟ دي اول حاجه اركنها في جنب. تعالى بقى نروح لتالت تصريح ورابع تصريح، وعايزكم يا جماعه تركزوا في الصيغه اللي شيكابالا اتكلم بيها في التصريحين دولت، وكانها رساله بتتبعت لجمهور الاهلي وللنادي الاهلي، لان ما ينفعش كابتن او قائد يطلع يقول التصريحين دولت بالصيغه دي. اسمع شيكابالا طلع قال ايه وركز معايا. قال لك امام عاشور لسه زملكاوي ومجنون وكان عاوز التيشيرت بتاعي في نهائي كاس مصر بالسعوديه، ومش هينفع اقول كل اللي قاله لي. هنا الراجل بيقول لك انا رفضت ادي امام عاشور التيشيرت بتاعي بعد نهائي مباراه كاس مصر اللي كانت في السعوديه، ومش هينفع اقول لكم كل اللي هو قاله لي وهو مازال زملكاوي. واضح الصوره موضحه كل شيء ان امام عاشور زملكاوي. دي صوره لامام عاشور وهو صغير، اكيد انت شفتها وملت الميديا. ولكن تعال بقى نروح للتصريح الرابع الاسوأ من التصريح ده، وقول لي الصيغه بتاعه التصريح بتدل عليه. قال لك ان مصطفى شوبير كلمني وقال لي انا محتاج اطلع اعاره، كأن شيكابالا هو اللي بيطلع اعارات من الاهلي. سبحان الله. قال لك انما انا قلت له لا يا مصطفى بلاش تسيب الاهلي وتمشي، خليك في المكان اللي انت فيه، اديك بتتعلم من كابتن محمد الشناوي افضل حارس في مصر، وكلامه حصل، ودلوقتي مصطفى شوبير بقى ما شاء الله نجم النجوم. طيب ايه المقصود ان انت تطلع تقول ان امام عاشور زملكاوي وكان عاوز التيشيرت بتاعي، وان هو قال كلام ما ينفعش اقوله؟ ليه بتقول الكلام ده في التوقيت ده؟ اشمعنى؟ وليه تقول ان مصطفى شوبير كلمني؟ ايه المقصود يا جماعه؟ في الكلام ده ينفع يتقال على الهوا؟ بالعقل وبالمنطق. معلش خليكم معايا واحده واحده يا جماعه. القائد والاسطوره اللي بجد مش داخل الملعب، لا ده داخل الملعب وخارج الملعب. القائد لما بيجي يقول كلمه بتتمسك عليه وبتتحسب عليه، عشان كده بيكون حريص شويه وهو بيتكلم، بيبقى قدوه للناس وهو بيتكلم. ليه دايما كل لعيبه الزمالك بتتكلم بالمنطق ده وبالاسلوب ده وبالصيغه دي؟ يعني ناصر ماهر قبل ما يلبس تيشيرت الزمالك وقبل ما يلعب لنادي الزمالك طلع قال تصريح مصيبه، ويمكن كمان خبط في نادي فيوتشر، ويمكن استاذ وليد دعبس رئيس نادي فيوتشر عامل له مشكله ومشتكيه، وممكن ناصر ماهر يتوقف. ولكن دي مش قصتنا. ناصر ماهر طلع قال لك ان الزمالك عنده اساطير والاهلي ما عندوش اساطير. ليه دايما الضرب من تحت الحزام للاعيبه الاهلي والنادي الاهلي؟ وليه دايما التسخين ما بين لعيبه الاهلي وجمهور الاهلي؟ ده سؤال بساله. عمرك شفت نجم من نجوم الاهلي، مش هقول لك قائد، ما بتكلمش في قائد، يعني عارف كوكا اللي عنده 23 سنه اللي معاه 3 دوري ابطال افريقيا، اللي لعب كاس عالم وخد 3 برونزيه ولا 2 برونزيه مع الاهلي؟ عارفين كوكا ده يا جماعه؟ لما طلع على التلفزيون اتكلم بكل ادب وبكل احترام عن لعيبه الزمالك وعن نادي الزمالك. محمد مجدي قفشه اتكلم بكل ادب وبكل احترام عن الزمالك وعن لعيبه الزمالك. مش كل ما يعرف يقال، حتى لو الكلام ده بجد انا مش مصدق الكلام ده، بس انا بقول لك حتى لو بجد مش كل ما يعرف يقال على القنوات. مش كون ان انا بحبك مثلا وفضفضت معاك بحاجه وقلت لك ساعدني في حاجه فانت تطلع تلبسني في مشكله بعد كده، او ان انت تقضي على مستقبلي. معلش الاهلي انا عارف ان هو نادي عاقل، نادي عاقل ما بيصدقش اي كلام، ولكن خلي ان اداره الاهلي مثلا بتصدق اي كلام. انت مش ممكن كده تضيع مستقبل لاعبين 2 في النادي الاهلي، واحد اسمه امام عاشور بيته مفتوح من ورا لعبه في النادي الاهلي، ومصطفى شوبير بيته مفتوح من ورا النادي الاهلي، وفي بيوت ناس كتير غلابه مفتوحه من ورا لعب امام عاشور ومصطفى شوبير من النادي الاهلي. اللي انت عملته ده ما يصحش وما ينفعش، وما تاخدوش بالكلام ده يا جماعه، لان الكلام ده غير صحيح. تعالى بقى عزيزي المشاهد نروح لمشكله كبيره بتحصل داخل نادي الزمالك. زيزو رافض التجديد لنادي الزمالك.
بصوا يا جماعه، فاكرين تصريح شيكابالا اول ما عبد الله السعيد مضى لنادي الزمالك؟ طلع قال لك ايه؟ قال لك انا هدي شرط الكابتنه في كاس مصر لعبد الله السعيد. مين فاكر التصريح ده يا جماعه بتاع شيكابالا؟ قال لك انا هدي شرط الكابتنه لعبد الله السعيد في نهائي كاس مصر اللي هيتلعب في السعوديه. من هنا بدات المشاكل تحصل داخل اوضه اللبس بسبب التصريح ده، وكان سببه شيكابالا وزيزو. ما تعرفش ايه اللي حصل بينه وبين شيكابالا وعبد الله السعيد، حتى بان الكلام ده في مراسم تتويج الزمالك بالكونفدراليه. زيزو كان زعلان، كان متضايق، ساب الدنيا ومشي كلها. ليه؟ مش عارف يتوج ولا عارف يمسك الكاس ولا عارف يحتفل، مع انه موت نفسه في البطوله دي وموت نفسه في النهائي. طيب زيزو في مشكله مزعله زيزو داخل نادي الزمالك من لاعب ما او من لاعبين ما، عشان كده رافض يجدد لنادي الزمالك. اسمعوا يا جماعه الكلام ده اللي محدش هيتكلم عنه في اعلام الزمالك. يعني دلوقتي في ناس مسؤوله داخل نادي الزمالك دلوقتي بتحاول ان هي تصلح المشكله دي او تحل المشكله دي، شغالين عليها ان زيزو لازما يجدد لنادي الزمالك. والكلام ده طلع قاله ممدوح عباس قبل كده ان هو هيجدد لزيزو 3 مواسم. المفروض اللي كان يقول الكلام ده يا اما المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك يا اما رئيس النادي، مش ممدوح عباس. ولكن مش دي قصتنا. في مشاكل بتحصل داخل اوضه اللبس داخل نادي الزمالك، انا بقول لكم محدش هيتكلم عنها. زيزو رافض التجديد. زيزو ما تعرفش بقى ان كان حاطط شروط حد بقى يبعد عن المشهد خالص، محدش ليه علاقه باللي بيحصل داخل نادي الزمالك او داخل اوضه اللبس، محدش يفرض اسلوبه ولا رايه على اللعيبه. الراجل عاوز يحس ان هو موجود، الراجل بيموت نفسه وبيجتهد مع نادي الزمالك، الراجل حاسس ان حقه مهدور، يتعب قال ما يتعب، مش واخد حقه، مش ظاهر في الصوره، ناس تانية بتيجي تاخد اللقطه مكان منه. فعشان كده زيزو رافض يجدد لنادي الزمالك، واي اعلام هيطلع يقول لك كلام خلاف كده يبقى بيكذب عليك. من الاخر كده يا جماعه، تعالى بقى عزيزي المشاهد نروح لحاجه كوميديه جدا. بصوا يا جماعه، هنروح لرضا عبد العال، وانا اسف ان انا هسمعكم فيديوهات لرضا عبد العال بس لازما تسمعوه، لازما تسمعوه. شوفوا بقى رضا عبد العال اللي مش عاجبه ولا مدير فني في مصر ولا في افريقيا ولا في العالم. والله العظيم بتمنى ان رضا عبد العال في يوم من الايام يمسك الزمالك، والله بتمناها. لما هيخلي الزمالك ينزل للدرجه الثانيه، الزملكاويه هيبداوا يقتنعوا ان هو هجاص، بامانه هيبداوا يقتنعوا ان هو ملوش في اي حاجه. يا جماعه ده الراجل ودى طنطا في داهيه، لحد الان طنطا مش قادره تصعد، كسر وسط طنطا، قطم حيل طنطا والله العظيم اللي كانت بتقدم كوره. اسمع رضا عبد العال طالع بيقول ايه عن محمد شحاته ويلعب على مين في منتخب مصر وافضل من مين، عشان العمليه هجصت قوي يا جماعه على الاخر. اسمع يلا يا حاج رضا. محمد شحاته ده حسام لازم يفكر، ومحمد شحاته ده فيندر مصر اللي هو المفروض ان الكابتن حسام لازم يفكر فيه، لان الاولويه لمنتخب مصر الاول مش المنتخب الاولمبي. انت رايح بطوله وكل حاجه، في الاخر الاولويه دايما للمنتخب الاول. فانت رايح بطوله اللي هي بتاعت الاولمبياد مش هتاخدها، خلينا واضحين. بس انت عندك مشروع ان انت عايز توصل كاس عالم. انا دلوقتي لسه هيلعب على مين يا كابتن محمد شحاته؟ اي حد يلعب عليه. قول لي انت مين عندك في الحته دي؟ عندك امام عاشور يلعب عليه. لا هو امام عاشور بيلعب ديفندر؟ يلعب عليه يا كابتن. لا انت راجل زي ما كان عارف. لا انت هتقرب مين؟ لا ما انا بقول لك عندك في المنطقه بس هو بص لازم يجيب لك مين يا كابتن؟ مروان عطيه حمدي فتحي، امام عاشور، يلعب على يلعب على الثلاثه في الحته دي يلعب على الثلاثه. اسال سؤال بس للزملكاويه، سؤال واحد، انتوا بتصدقوا الراجل ده؟ انتوا بتقتنعوا بكلامه؟ طب انتوا بالنسبه لكم الراجل ده بيفهم كوره؟ ما هو لو بالنسبه لكم بيفهم كوره يبقى انتوا في الضياع خالص. لما ده ممثلكم وده اللي انتوا بتصلوا ورا منه او اللي انتوا بتقولوا له امين لما بيجي يتكلم كوره، ايش حال انتوا عاملين ازاي؟ يا جماعه انتوا بتزعلوا ليه لما الناس تطلع تقول عليكم انتوا ابيض كوره؟ ما هو ده مثالكم الاعلى، طالع بيقول لك ان محمد شحاته افضل من مروان عطيه كديفندر وحمدي فتحي. التم انا التم ولا اعمل ايه على الصبح؟ سيبك من امام، اصل امام مركز 8، الدور اللي بيقوم بامام مفيش اصلا لاعب في مصر بيلعب في الحته دي يقدر يقوم بالدور اللي امام بيقوم بيه. مفيش لاعب في مصر بيلعب في خط الوسط مركز 8 يقدر يقوم بالدور اللي امام عاشور بيقوم بيه. ده امام بيلعب 6،
بيلعب 8، بيلعب 10، بيلعب وينج شمال ما شاء الله، بيلعب جوكر. هتلاقي لو قلت له امشي على الحيط امام هيمشي على الحيط ما شاء الله، ربنا يبارك لهم فيه، وربنا يديله طول العمر والصحه ويبعد عنه الاصابات عشان ما حدش يقول لك احنا بننق عليه. ولكن تعالى هنا كلمني، محمد شحاته مين اللي افضل من حمدي فتحي؟ انت بتفهم كره؟ والله العظيم انت ما تعرف ب 2 جنيه كوره. انا بالنسبه لي افضل لاعب ديفندر جه في مصر في العصر الحديث هو حمدي فتحي. مفيش ديفندر في مصر كلها في العصر الحديث جه زي حمدي فتحي. ده حمدي فتحي كان بيلعب جوكر، بينزل يلعب في وسط الاثنين مدافعين، خد بالك في وسط الاثنين مدافعين، كان ينزل يلعب باك شمال وباك يمين، يلعب رقم 6، يلعب 8، وخد الجديده يلعب تحت راس حربه، وخد كمان الانقح كان بيلعب براس حربه. مين اللي جاب السوبر المصري للنادي الاهلي امام نادي بيراميدز في الامارات؟ حمدي فتحي. كره سقطت ولا اجدع مهاجم طلع عمل جامب خدها من قدام احمد الشناوي سقطها في الجون مع انها كره صعبه. والهدف اللي كهربا سجله فينا في اول قمه ليه بعد ايقافه، شوف حمدي فتحي عمل له الاسيست ازاي. شوف حمدي فتحي استلم الكره ازاي في ال18، استلم الكره بصدره وقبل ما تطب على الارض كان لعبها له بدماغه عرضيه عشان يجي كهربا ينقض عليها زي الاسد من ورا جول. انت بتفهم حاجه في الكره؟ انت ليك في الكره؟ مروان عطيه اقل من محمد شحاته؟ هو محمد شحاته اصلا بيلعب ايه مع الزمالك؟ افهم كوره، الراجل بيلعبه باك. ما تتعبنيش على الصبح، الراجل اكتريه لعب محمد شحاته مع الراجل ده باك. وبعدين هو محمد شحاته لعب قدام مين؟ ده ما لعبش الا قدام الاهلي في ماتش القمه، لعب ربع ساعه ولا 10 دقايق، بان لان الاهلي كان وحش. امام ما كانش موجود عشان كده بان، خدوا الحريه المطلقه في نص الملعب. ما انت لو بتفهم كوره هتبني كلامك على الكوره. لعب قدام نهضه بركان اللي كان جاي يدافع قدام منك هنا في القاهره، لما لعب قدام فيوتشر ايه اللي حصل؟ فيوتشر عندها لعيبه بتضغط، لا عارف يستلم كوره ولا عارف يسلم كوره ولا عارف يطلع بكوره ولا عارف يباصي كوره ولا عارف يلعب كوره. قول لي ملخص محمد شحاته امام فيوتشر ايه؟ رد عليا. لو طلع ليه ملخص هطلع اعتذر لك. تعالى بقى عزيزي المشاهد نروح لاخر حاجه وهو الافلاس والهد. اعلام الزمالك كل ما يلاقي نفسه مفلس، مش لاقي حاجه يطلع يقولها على جمهور الزمالك، فيعمل ايه؟ يطلع يقول لك الزمالك هيرجع بن شرقي. والله العظيم انا سمعت التصريح ده من اعلام الزمالك 5000 مره اهو، مش من عندي. عمرو الدرديري على صفحته عاجل اشرف بن شرقي يدخل دائره اهتمامات الزمالك للانتقالات الصيفيه المقبله. كل ما اعلام الزمالك يلاقي نفسه مش لاقي حاجه يقولها يطلع يقول لنا التصريح ده. طب انا هنا هسال عمرو الدرديري بسؤال، ما تكلمني وتقول لي الزمالك عمل ايه في قضيه خالد بوطيب؟ هل هيحل الازمه ولا مش هيحل الازمه؟ اصل احنا عندنا 2 ايقاف قيد مش واحد، عندنا 2 ايقاف قيد. هو ينفع يا جماعه انا كزمالك اروح اتفاوض مع لاعب قبل ما احل القيد بالعقل وبالمنطق كده؟ ربنا عرفوه بالعقل، محدش شافه بالعقل وبالمنطق. انا بكلمكم عشان محدش يطلع يقول لي ايه انت دايما تطلع كده تطلع القطط الفطسانه في كل حاجه بتحصل. يا عم والله نفس الزمالك يجيب يا عم لوكا مودريتش ويجيب امبابي ويجيب محمد صلاح ويجيب كريستيانو ويجيب افضل لعيبه في العالم، بس كلمنا بالمنطق والعقل. انا راجل مش لاقي اصلا اتعشى، انا راجل مش لاقي اتعشى. اروح اقول لك انا هجيب عربيه هيونداي مثلا ولا عربيه ب 100000 جنيه، انا اصلا مش لاقي اتعشى. هجيب ازاي عربيه ب 100000 جنيه؟ فانا النهارده عندي مشكلتين، ايقاف قيد 3 مواسم بسبب مستحقات خالد بوطيب 2 مليون يورو، 2 مليون و400 الف يورو خلاف الاتعاب وخلاف كمان الفايده بتاعه القضيه. ده اول حاجه. تاني حاجه عليا برضو ايقاف قيد بسبب باقي مستحقات جده مساعد جده فرافيرو خلاف قضيه باتشيكو. خلاف بقى في شويه قواضي كده وحنكشه وكهرباء واستاد القاهره لا عندنا فلوس وضرايب ومش عارف ايه. الدنيا بايظه. لما تبقوا تحلوا القيد عن نادي الزمالك، اما تيجي تقول لي انا هجيب كريستيانو هقول لك ماشي يا عم انا امين انا مصدقك. انما النهارده انت بتكح تراب، انت ما انتش لاقي. انت حتى المكافاه اللي هتاخدها من الكونفدراليه مش هتاخدها بسبب المستحقات اللي عليك، بسبب الفوضى العارمه اللي انت عملتها في مراسم تتويج الزمالك بالكونفدراليه. انتوا فضحتونا يا جماعه. ولما نيجي نقول الكلام ده ايه يا عم اللي انت بتقوله ده؟ يا عم ده ناس مدسوسه. طب وناس برضو اللي قالت لشيكابالا يجيب ابنه يديله الكاس،
ما هو ده الكلام اللي بيتقال. هيقول لك يا عم ده ناس مدسوسه، اشمعنى تنظيم الزمالك بيهتموا بتنظيم الاهلي افضل من تنظيم الزمالك؟ انا امنت بالله يا عم. ماشي، هو سؤال، هل الناس الوحشه المدسوسه هي اللي جابت ادم شيكابالا قالت له انزل ارضيه الملعب وخد من بابا الكاس وخلي بابا يوقف اللعيبه صف وخد انت اللقطه مكان البرواز بتاع لعيبه الزمالك بفوزهم بالكونفدراليه؟ هل المدسوسين هم اللي نزلوا هنادي مهنا صاحبة شيكابالا واصحاب شيكابالا وقرايب شيكابالا ارضيه الملعب؟ اي كلام بيتقال. طبعا عايزين المشاهده، وصلت لنهايه حلقتي، اتمنى في النهايه نعمل لايك وشير. استنوا في الحلقه الجايه، اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.